حلقة النهاردة جريئة شويتين ثلاثة لأن هنتكلم عن المفهوم الحقيقي للإباحية. خلينا نبدأ كده من الآخر، والإباحية دي مش موقع ومش فيديو، الإباحية فكرة. تمام؟ فكرة إن حاجة كانت غلط مرفوضة محرمة ومؤذية تتحول بالتدريج لحاجة عادية جدا ومعتادة، والناس ما تبقاش حاسة بخطورتها أو بإيه المشكلة إن هي تظهر على العالم كده بشكل ما. طب يعني إيه إباحية بجد؟ كلمة إباحية أصلها إباحة ما لا ينبغي إباحته. إباحة ما لا ينبغي إباحته، يعني إلغاء الحياة، كسر الحدود، تعرية الجسد، تعرية القلب، تعرية القيم نفسها، وتطبيع الغلط لحد ما يبقى حاجة طبيعية جدا. الإباحية مش بس في المشاهدة، الإباحية بقت في الكلام والهزار واللبس والعلاقات والنظرة والتعاملات اليومية. طب منين بدأت المشكلة دي؟ بدأت لما العري بقى حرية. بنقول دايما إن كل واحد حر، اللي عايز يلبس يلبس، اللي عايز يتعرى يتعرى، واللي عاوز يبين أي حاجة يبينها وما إلى آخره. العلاقات الغلط بقت تجربة سواء للولد أو للبنت. كنا زمان قوي الموضوع ده كان يتهزلوا كده القلوب ويتهزلوا يعني إيه إزاي ولد بيلعب بمشاعر البنات وبيعرف واحده تانية او بيعرف اتنين تلاته مع بعض والكلام ده، ويعني ايه بنت بتعرف قبل الجواز اصلا او الكلام ده. لما الموضوع بقى برضو حريه وبقت تجربه وكلنا لينا ماضي وايه المشكله لما نسامح والكلام ده، فاصبحت الموضوع بقى فيه اباحيه. قله الحياء بقت جرأه، الغلط بقى راي شخصي، والحرام بقى اختلاف ثقافات. شويه شويه الناس اتعودت من غير ما تحس ان ده يكسر النفس من جوه ويكسر حاجز الحياء، فاصبحت مباحه وبقت اباحيه. طيب الإباحية بتعمل إيه في الرجالة أو في الذكور؟ يعني خلينا نكون صادقين شوية. أولاً أنت بتشوه صورة المرأة بالنسبة لك، المرأة بالنسبة لك بتتحول من إنسانة لجسد، تحبس نفسك جوه جسد، تخلي الرغبة أقوى كتير من العقل، بتضعف الإرادة جداً وبتقتل التركيز، وبتبوظ للأسف فيما بعد العلاقة الزوجية. الراجل اللي اتعود على الإباحية غالباً ما بيعرفش يكتفي، دايماً عايز أكتر، الدوبامين بوظ دماغه، دايماً محبط، دايماً مش راضي، وده مش قوة، ده استعباد، وانت بقيت مستعبد من فكره الخطر الاكبر بقى على البنات. خلينا نقولها كده بهدوء بس بوضوح، اللي تفرط في حيائها وجسمها وتصرفاتها، حتى انها تسمع او تسمح لنفسها تقعد في مجلس فيه كلام خادش للحياء، او تسمع حاجات خادشه للحياء بحجه الحريه وبحجه ان انا مش بشترك، انا بس مجرد بسمع. هي مش بتكسب احترام، هي بتخسروه، مش علشان المجتمع ده ظالم، لكن لان الجسد لما بيتعرض القيمه بتقل. اللي بيبقى متاح لكل الناس ما بيبقاش غالي بأي حال من الأحوال، واللي تسيبه دايما بدون حدود للأسف بيداس عليه. شرف البنت مش كلمة قديمة ولا فكرة رجعية، ده أمان نفسي وستر وحماية لها من الاستهلاك ومن التجريح، لأن البنت غير الولد شئتم أم أبيتم. الإباحية بتلغي الحياء، والحياء هو خط الدفاع الأخير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير.